يا صباح الخيرات، صباح الورد والفل والياسمين على احلى ناس في الدنيا. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وباحسن حال يا رب. النهارده بقى يا جماعه الفيديو ده تكمله للفيديو بتاع ايه اللي كان في البلد. احنا قعدنا مع بعض يومين زي ما احنا عارفين، فانا عملت يوم وده تاني يوم. صحينا بقى من نجمه، صلينا الفجر وخرجنا انا واختي. قالت لي تعالي ايه؟ قلت لها عايزه عيش، اللي عايزين صبيح ناكل عيش صابح. فرحنا انا وهي الفرن، جبنا عيش صابح، جبنا طعميه سخنه نار، وجبنا لبن. بصوا لسه محلوب كان سخن والله. بصوا انا بعشق حاجه اسمها اللبن، بموت في اللبن اصلا، بموت فيه. كمان بقى كمان يعني بزياده مع العيش الصبح الصبح. العيش يجي من الفرن كده مع كوبايه اللبن يا جماعه، حاجه كده روعه بمعنى كلمه روعه. انا عايزه اقول لكم بقى ان انا سقيت، والله العظيم ان انا سقيت كوبايه اللبن دي، سقيت فيها عيش. بس اتكسفت اجيبها معاكم مش عارفه ليه. حسيت انا بنت طفله شويه، او حسيت ان ممكن يعني حد يتريق، فقلت لا خلاص مع نفسي بقى. فانا بصوا بعشق حاجه اسمها اللبن، اللبن مع العيش السخن كده الطازه كده بيبقى حاجه تانية. الفيديو ده كان الساعه 7 بالظبط الصبح. رحنا بقى جبنا العيش انا واختي، وجينا بقى ايه شربنا كوبايه اللبن المحترمه، وعملت سندوتش كده، وصحيت عمتي كانت نايمه، قلت لها قومي قومي اقعدي معايا، عمتي دي قلبي قلبي قلبي. فصحيتها برضه، عملت لها سندوتش ايه وكلنا مع بعض. وطلعنا بقى الشقه اللي فوق عشان ننام. وما ادراكم بقى الحر اليومين دول كانوا حر جدا. المهم بوريكم بقى ايه. فانا حطيت بقى، جبت كوبايه اللبن وجبت السندوتش بتاعي كده. قلت اما اخرج ايه اوريكم الشارع بتاعنا الصبح. طبعا انا وريته لكم بس ايه، فكنت عايزه اجيب لكم يعني ابين لكم بيت اكتر يعني. ده يا جماعه بيت ابويا في بلد جنب نبروه، و... والشقه اللي فوق خالص دي شقه اخويا، والشقه التحتانيه دي شقه اخويا الصغير. اخويا الصغير لسه ما خطبش، فدعواتكم بقى ان شاء الله بندور له على عروسه. بقول لكم انا سهرانه هنا طول الليل، والله انا طول الليل قاعده على الساعه المصطبه دي، طول الليل سهرانه هناك كده. الجو كان حر وقاعده كده. المهم بقى ايه، انا خلاص يا جماعه كده طلعنا نمنا. بوريكم بقى ان خلاص العيال فطروا وكده. احنا بقى طلعنا نمنا، وده كان ساعه ايه، بعد الظهر، كان ساعه الصلاه بالظبط. فالمهم ايه، فانا بقى نزلت كده لقيت ايه، لقيتهم قاموا مجهزين لي الفراخ كده، وحاطين لهم زي ما انتم شايفين كده. غسلهم من عينهم عشان انا هطبخ، لاني كنت نايمه وبص طالع عيني. هعمل ايه بقى؟ طبعا هظبط الفراخ وهنضف الرجول دي واخليها زي الفل، مش هسيبها كده. هنطبخ ايه بقى النهارده للجماعه؟ انا مش عارفه انا صوتي بيبقى واطي ليه، والله بعلي صوتي جدا. الناس كلها بتشتكي من ان صوتي واطي. شوفوا بقى انا عملت ايه. هنطبخ باميه وهنعمل فراخ. وكان عندنا يا جماعه حله رز يعني حله تشوفوها دلوقتي رز مليانه رز. فابله هناء مرات ابويا قالت لي ايه مش هاكلكم رز بيت ابدا. قلت لها والله هناكله. وهي تحلف وانا احلف، قلت لها والله هناكله مش هيترمي، حله كبيره حرام تترمي. فانا سخنت الرز. ماشي ماشي. قلنا ايه؟ قلنا هنطبخ قلقاس، انا بعشق القلقاس بموت فيه. جت تدور على القلقاس لقيت القلقاس تحت خالص. قلت لها بصي بقى احنا هناكل ايه، كان عندها بسله برضو بايته. قلت لها هناكل بسله، هي تزعق وانا ازعق. المهم ايه، خدت الاكل البايت ده سخنته وكلناه وكان زي الفل. هي ما كانتش عايزه تاكلني اكل بايت ابدا، تقول لي انتوا مش بتيجوا عندي كل يوم عشان تاكلوا اكل بايت؟ هي يا جماعه والله. هو المهم ان الاكل كان طعمه حلو وخلاص يعني هي ما خلاص ما تسخن كانه صابح. وكان طعمه جميل جدا الاكل وكان زي الفل. بس انا بصراحه انا ما دقتش لا رز ولا طبيخ ولا الكلام ده. انا الباميه، باميه حياتي. دوست بقى في الباميه زي ما انتوا شايفين كده. جبت بقى حته دهنه حلوه كده متسيحه، وبعد كده حطيت معاها معلقه سمنه. وطبعا صفرت التومه يا جماعه. التومه بتتصفر، التومه ما بتتحمرش. التومه لما بتتحمر طعم الاكل بيبقى كانه محروق مش حلو. فيا ريت كل اللي بيسمعني يحمر التومه يصفر التومه في اي حاجه، اي طبيخ صفري في التومه. المهم ايه، زي ما انتم شايفين بقى وعارفين طريقتي في الباميه. طبعا قطعت ايه فلفل اخضر كده، وحطيته مع ما دي الصلصه بقى اللي احنا كنا عاملينها في الفيديو اللي فات. خدت منها طبق حلو كده، خدت منها كيس كبير حلو كده، قمت رايحه ايه زي ما شايفين بقى ايه عامله بقى الباميه. الباميه طبعا مسلوقه ومتفرزه فمش هتغيب في السوا. زي ما انتم شايفين انا قلت انا قلت بقى ايه، عملت الطماطم، قلت الطماطم هتبقى ايه، هتبقى كتيره. رجعت قلت لا ده كيسين باميه، يعني ده كيلو باميه او كيلو وحاجه. فلا كترت، كتري ما تستخسريش. الباميه بالذات بتموت في الطماطم. عايزه تاكلي شويه باميه صح كتري فيها الطماطم، عايزه تاكلي شويه باميه صح كتري فيها الثوم. فالباميه دي من اكتر الاكلات اللي بتحب الايه الطماطم. هنا بقى ايه زي ما انتم شايفين بقى حطيت فيها كمان مرقتين دجاج.
اهي البسله اهي بقول لكم اهي متجمده، شايفين متجمده خالص. خساره يا جماعه الاكل يترمي، مش عشان احنا يعني رايحين يوم او اتنين لازم يعني الاكل يبقى مش عارفه بيرفكت ولازم يبقى صابح ولازم مش عارفه. طب ليه؟ ما حرام، ما الاكل موجود وكده كده احنا اللي واكلينه يعني مش حد تاني. خلاص هنا بقى كانت ايه، كانت الفراخ خلصت معايا، قمت رايحه حاطه زي ما انتم شايفين كده طماطم، وحطيت على الطماطم ايه فلفل اسمر وشويه بهارات اللحمه. اشوف حله رز قد ايه دي تترمي بذمتكم؟ ما تترميش والله حرام. حطيت بقى الفراخ زي ما انتم شايفين كده الطماطم والفلفل الاسمر وبهارات اللحمه وشويه زيت كده عشان يحمر معانا ايه، معانا الفراخ بسرعه. هنا بقى حبيت اعمل ايه مع الشوربه، حبيت اعمل شويه لسان عصفور. انا قلت لسان عصفور ده يعني كل ما اقول لحدش بعد ما يعني انا هعملها اهو، ابن اختي بيحبها جدا، فبقول لهم ايه اعمل لكم لسان عصفور؟ لا 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 لا، كله قال لي لا، فكروني بعاطف وشاديه لا لا. المهم الحله دي اقسم بالله دي في ثانيه حله الشوربه لسان العصفور دي اتشربت واحنا قاعدين على الاكل اصلا. يعني انا ما خلصت اكل ببص على الحله كده ما لقيتهاش. المهم ايه خلاص كده بتدوها غلوه او اتنين وتقفلوا عليها بقى. الشوربه لسان العصفور يا جماعه ما بتغيبش. هنا بقى ايه الفراخ بوريها لكم، وكنت ايه كانت هتحمر بقى، كانت هتدخل في الحمار كده. عاوزه اقول لكم ان الفراخ دي طلعت هنا عبال ما اتحمرت، الفرن اصلا النار بتاعته مش شديده، احنا قعدنا يجي ساعه عبال ما حمرنا الفراخ دي. بص العصر كان اذن وخدنا شاور وصلينا العصر كلنا، والفراخ كانت لسه كنا قاعدين مستنيين الباشا فراخ. المهم ايه خلاص بقى الاكل كان خلص معانا زي ما انتم شايفين، الباميه والبسله والشوربه والرز والفراخ، والاكل كان زي العسل عسل والله، الاكل كان تحفه، والباميه كانت خرافه، مش عشان انا اللي عاملاها والله. بس هي فعلا كانت خرافة والله، المهم كانت حلوة جدا. المهم ايه هنا بقى طبعا بعد الاكل ايه حبسنا بحاجة ساقعة، بعد كده شاي، بعد كده عصير مانجا، بعد كده فاكهة اقسم بالله اسمه ايه ده عنب وتفاح. يعني بصوا كان يوم حلو، كان مليان اكل حلو وكان مليان بقى اللمة الحلوة بتاعتنا. هنا بقى بعد ما كنا بقى العصر خلاص، انا كنت داخله اغسل مواعين لقيت اختي ايه غسلت، انا عماله قاعده اهو. قمت انا ايه، فالعصر بقى كان اذن زي ما قلت لكم، والجو كان حر قوي والدنيا مقفله، فقلت لهم انا اخرج اقعد بره شويه. جيت ابص لقيت بص يا جماعه هبه تخرج بره العالم كله يخرج وراها، كلهم خرجوا قعدوا معايا بره كده على السلمه دي. وانا قعدت اقول لهم يا جماعه انا عايزه انفرد بنفسي شويه، انفرد بشبابي، ما رضوش ابدا. المهم بقى شوفوا الطفله الصغيره القمر دي حياه قلبي، دي بنت اختي، دي سيله. هي قاعده عماله تلعب في التراب ومش راضيه تسمع الكلام وتقوم، فقلت لها روحي 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 عند تيتا هناك كده، دي جارتنا ربنا اداها الصحه يا رب. البت راحت مش عايزه تيجي ابدا، يعني انا بصراحه بكتر مش راضيه تيجي ابدا. فبعدين ايه، ففي واحده جارتنا رايحه على الشارع ده بقول لها هاتيها، قعدت تعيط، قامت جارتنا دي قامت جايه مع سيلا عشان سيلا ما تعيطش، والبت بعدت تلعب معاها قوي مبسوطه ان تيتا قاعده معاها. المهم المهم يا جماعه جينا بقى ايه خلاص قعدنا بقى شويه كده، وجينا بالليل بقى. عمي والله العظيم كان يوم جميل قوي، عمي عنده تروسيكل خلاص. المهم ايه جاب التروسيكل ورحنا بلد تانية يعني، كان عندنا حالة وفاة الصراحة. فاحنا رحنا نعمل الواجب بتاعنا، رحنا نعزي في البلد اللي جنبينا، وجينا بقى بالتروسيكل زي ما انتم شايفين بقى كده. وانا بقى اقسم بالله انا بص بحب اغنيه فضل شاكر قوي الا وانا معاك. طول ما احنا قاعدين في التريسيكل انا مشغل اغنيه عماله اغني، ولا كأني رحنا ميتم ولا كأني رحنا عزا. سبحان الله يا جماعه هي الدنيا كده، الله يرحم الجميع يا رب. المهم بقى انا بوريكم ايه مقتطفات كده من البلد اللي احنا كنا فيها. كده بقى خلاص خلصنا البلد، هنخرج بقى ايه على الطريق. الولد ابن اختي عماله اقول له ايه خد يا عمرو صور لي، يا كريم صور لي عشان انا ايدي وجعتني. وكريم بقى هو اللي بيصور دلوقتي، تصويري النيلة يا كريم هقتلك لما اشوفك. المهم يا جماعة انا عايزة اقول لكم ان احنا قضينا يومين زي العسل، اتبسطنا جدا جدا، وكنا والله العظيم يعني بصوا مش عايزين نيجي، يعني انا عن نفسي كنت مبسوطة جدا، مش عايزة اجي من الانبساط. فهو يا جماعة بصوا اقول لكم على حاجة، المكان اي مكان بتروحوه بيبقى حلو بالناس اللي فيه. انتوا شايفين بس الضلمة عشان الولا كان بيصور، والله ما خدت بالي من التصوير غير دلوقتي. اي مكان بنروحه بيبقى حلو اهو. ابن اختي يا جماعه كريم، وابن عمي كمال ده كريم والتاني كمال. المهم بقى احنا روحنا البيت، قعدنا نتفسح شويه بالتروسيكل والله العظيم، بعد كده روحنا البيت جهزنا عشاء برضو. بقى اللي هو ايه دي حلاوه طحينيه ودي جبنه حادقه
وطماطم وخيار، وسخنا الطبقين الباميه دول اللي كانوا باقيين اصلا من الاكل، وجبنه دي اللي هي الجبنه طازه دي من غير ملح. وعمتي جابت لنا 20 جنيه طعميه، قالت يلا سخنه كده ناكلها سخنه. وتعشينا احلى عشاء، احلى عشاء. ده والله العظيم احلى عشاء في الدنيا. بعد كده بقى خلاص ركبنا برضو التروسيكل اهو، ده بقى الشارع بتاعنا خارجين منه. ركبنا بقى التروسيكل وايه فانا قلت لابن عمي تعالى بقى زي ما انت جبتنا كده من البلد اللي جنبنا دي، تعالى يلا حالا وصلنا نبروه بالتروسيكل. مرات اخويا وبنت اخويا ما كانوش راضيين ابدا، وعملنا فرح قبل ما ركبوا. بس انا مستمتعه، يعني انا مبسوطه ان احنا راكبين يعني تروسيكل كده في هوا بقى وضحكنا ضحك، والله 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 ضحكنا ضحك. المهم يا جماعه احنا كده بقى خلاص الفيديو بتاعنا خلص، والليله بتاعتنا خلاص خلصت. واحنا كده خلاص وصلنا وصلنا نابورو. آه كده وصلنا نابورو تقريبا يعني تقريبا. المهم يا حباب قلبي الفيديو بتاعنا كده يكون تقريبا كده خلص. ايوه احنا كده انا في نابورو يعني. استنوا يا جماعه استنوا، خليكم معايا. في نابورو الجامع اهو. لا ده احنا لسه في البلد، تصدقوا كل ده في البلد. لان دي المقابر بتاعتنا. ابويا الله يرحمه مدفون هنا. لا لسه هنا في البلد، ولسه الطريق ده برضو واحنا في البلد. ده واحنا خارجين من البلد بقى. كده بقى يا جماعة خلاص كده. لا المرة دي بجد خلاص. كده الطريق بتاعنا بقى احنا خارجين. بوريكم بقى ده اسمه ده الذرة. بوريكم الذرة. احنا وقفنا هنا شوية وقعدت اصور لكم الذرة واصور لكم الدنيا هنا بقى. بجد بقى احنا خلاص كده وصلنا نابورو. وخلاص كده الفيديو بتاعنا خلص. واتمنى انه يعجبكم، واتمنى ان احنا ان اكون ضيفة خفيفة على قلبكم. واتمنى اشوفكم بخير، ودعموني باللايك. اهو الجامع اللي بقول لكم احنا في نابورو، هو ده الجامع اللي بصوره بقول لكم. لا بقى احنا كده في نابورو. واتمنى يا جماعه تدعموني، وان كان الفيديو بتاعي عجبكم يا ريت لايك. وان كنت يعني محبيني يا ريت اشتراك. واشوفكم على خير، وصباح على الف خير، ويلا سلام باي.